وكيل مثال الفل. الأولمبياد واللي حصل في الأولمبياد والأداء بتاعت الفرق المصرية. أوقات كتير احنا طبعا بيبقى نفسنا ان الفرق بتاعتنا تفوز وان الناس تكسب وان الناس تجيب ميداليات كبيرة، بس ده مش دايما بيحصل، ودايما بيبقى الناس زعلانة فبيبدأوا يعبروا عن ده في الميديا، في الجرايد، في السوشيال ميديا. وبالذات السنة دي بقى مع السوشيال ميديا وكده بدأ الناس مش عاجبها خالص اللعيبة ومش عاجبها النتائج، مع ان ناس جابت ممكن مراكز معقولة جدا. السؤال الاولاني، هل ده بيأثر على اللعيبة؟ هل ده بيأثر على نفسية الناس وهي بتلعب؟ قبل ما يكون بيأثر ولا لا، هو احنا للأسف احنا بنحب التنظير، يعني احنا بنحب ننظر كده على بعض مم. ونقعد ندور على أخطاء بعض. يعني احنا بنقعد نتكلم نقول الأهالي تشتغل مع أولادها على ايه، واحنا كشعب بنقعد نهد لاعبتنا نفسيا. مم. اه طبعا بيأثر جامد جدا، وبيأثر سلبي اكتر منه ايجابي، لان زي ما احنا بنقول ان انا مش لازم اكسب عرض. احنا قعدنا 30 40 سنه ما خدناش غير ميداليه واحده يمكن بتاعت رشوان يعني. خلاص لما بدأت العجله تلف بدأنا ناخد اكسبيرينسز في الاولمبيكس ونشتغل وناخد فضه، ناخد برونز، لعبه جماعيه، لعبه فرديه كويس. زي ما بيقولوا كده ايه، احنا او الغيث قطر. بالظبط. انت اساسا يعني بالكاد بتعمل ده كويس. ضيف على ده، ودي نقطة مهمة جدا، مين اللي بيصرف على الناس دي؟ مم. يعني الاتحادات مشكورة بتصرف، بس النهاردة الصرف مش على قد اللي المفروض يحصل. فانا النهاردة لو هناخد مثلا مثال على لعبة السلاح، النهاردة تكلفة الشوز بتاعت السلاح او السلاح نفسه او البدلة نفسها رقم كبير جدا. ولو الاتحاد صرفه، مش هيصرف لك كل شهرين ثلاثة شوز جديدة يعني. اه، هو بتصرف لك واحدة تقعد بيها لغاية الأولمبيكس اللي جاية. يعني أنت خدها دلوقتي في 24، قبل 28 حاسب اللي جاية عليها هندي لك 28 ان بالظبط شاء الله. وعهدة واوعى رجلك تكبر. بالظبط. فلا طبعا يعني ده مصاريف أهل ومصاريف شخصية ومصاريف زوج على مراته أو مم. سيبنا كل ده وقعدنا نقول دي حامل، لا دي مش حامل، اصل هي طالعه تدلع طالعه. لا طبعا. مين في لو كانت لعيبه اوروبيه كان الناس كلها اشادت بيها، بص بقى، اما المصريه كانت قعدت وماتت على الارض لا. طب ما انت عندك مصريه اهي ولعبت ما بين وهي. قوسين، هي اول لعيبة مصرية توصل دور 16 اصلا. يعني هي اوريدي عملت انجاز بان هي اول لاعب او لاعبة مصرية في السلاح تعدي لدور ال 16. ده ما كانش بيحصل قبل كده. هي كانت المفروض مستنيه ان الناس تشكرها او تشجعها، لقيت العكس. ودي كارثه. الناس متخيله ان اللي انت بتكتبه ولا بتعمل له ريشير ده لا بيتقري وبيوصل يهد مين، يهد جبل. وليه انا ابقى قاعد مسافر متخيل ان انا بمثل بلدي والناس فرحانه بيا، ابقى قاعد هناك الاقي ان انا بتشتم؟ دي مش حاجه، مش احسن حاجه في الدنيا يعني، حرام. على الصعيد الآخر قبلها على طول كان اليوروس والاحتفاء باللعيب الأسباني لامين جمال ده، وازاي الناس شافت ده مارادونا القادم، ده مش عارف ايه، واول واحد يبقى عنده 16 سنة ما عرفش يعمل ايه وبتاع. ما هو ده حصل ليه؟ علشان السبورت. ده الناحيه العكسيه بقى، العمله التانية اللي مم. انت مم. بتقوله، ان شوف السبورت بيعمل ايه وشوف الهد بيعمل ايه. يعني النهارده احنا في 24 في بنت عندها 12 سنه بتستعد للاولمبيكس اللي جايه عشان يبقى عندها 16 سنه، بيعدوها علشان تاخد ميداليه. فهي تخيل بعد 4 سنين شغل تروح تتهد من بلدها او من الناس اللي المفروض يعملوا لها سبورت بعد 4 5 سنين شغل. لا صعب. مم. طبعا الفرق جامد جدا لما لامين يامال ياخد سبورت من بلده او من جمهوره. بص عمل ايه في اليوروز يعني في السن الصغير ده. طيب لو احنا هنقول ان نتخيل كده ان احنا هنعمل برنامج دعم نفسي للرياضيين اللي داخلين 28 من دلوقتي لهناك، هيبقى ايه المحتوى بتاع اول البروجرام حاجه ده؟ ما تسمعش لحد. مم. ما تاخدش كلام من حد سلبي وتقعد تشتغل عليه. ركز في لعبتك، ركز هي اللعبة دي محتاجة ايه، اعداد البطل محتاج ايه، اشتغل عليه. بس لو انت قادر تصرف على نفسك او تساعد اشتغل. مم. لكن طيب، واحد ما نسمعش لحد، اتنين، انا ازاي؟ يعني اما كنت بتكلم مع دكتور عبد الرزاق في السلاح، كان بيتكلم على ان انا بنعمل للولاد سيناريوهات وموكس ل ايه اللي هيحصل في الماتش، فبحيث ان هو لو حصل كده انت اوريدي متبرمج هتعمل كده، لو حصل كده متبرمج هتعمل كده. بلان اي بي.
برول بلايز للموقف الفلاني. طب ازاي هتبطئ اللعب؟ طب ازاي هتسرع اللعب؟ وات اف التاني عمل كده، انت المفروض تعمل ايه؟ انت المفروض تعمل ايه، بحيث ان هو الموقف ده يبقى بالنسبه له موقف اوريدي معتاد، فيلم شافه قبل كده، فيلم شافه قبل سيناريو كده شافه قبل وحافظه، كده. فما يجي يعيده يقدر يعيده بسهوله وما يبقاش عنده سيناريوز. مشكله. ف ده متهيألي ده جزء اساسي من التجهيز النفسي. آه، ان هو ازاي اقدر ان انا اعمل جراوندنج، اقلل وده التوتر اللي احنا بتاعي. بنعمله في الجلسات مع الرياضيين، ان انت ممكن تشتغل وبعدين تتفاجئ ان الولد جاي لك مكسور خالص. ليه؟ اصل انا كل اللي انا بدات اعمله اللي احنا كنا بنطبقه في الجلسات وفي الملعب، لان احيانا احنا بنضطر نروح الملعب مع اللعيب عشان نعرف ايه اللي بيأثر عليه. مم. فتلاقيه هو مستعد وخلاص متحمس واشتغل بقاله شهرين ثلاثه، انت شغال معاه وفجأة دخل خسر اول نقطتين ثلاثه، خلاص هو ساب الجيم. مم. لا، في ستيج 2 بقى وات اف ان الراجل بدأ ياخد منك نقط. وات اف ان انت سكورك 8-2، في ناس بتسرح بتسيب الجيم وهو كسبان مم. 8-2 وفجأة يكتشف في الاسكواش ان هو الجيم خلص وهو واقف عند 8. يعني اللعيب التاني المنافس جابه من 2 لتوب سكور. فلا، انت محتاج كل السيناريوز تتكلم معاه فيها على اساس ان هو يبقى مستعد وما يركزش بره. مم. يعني زي ما بنقول مطلوب منه ايه، ان هو ما يسمعش لحد وما يركزش بره الملعب. انا متهيألي ان لو بكمالة بقى الاهل ومجهود الاهل، ان لو انا شايف ان ابني عنده البوتنشال ان هو يبدأ المرة الجاية في الاولمبيكس الجاي، في بطولة العالم الجاية، يبقى له فرصة ان انا ابدأ من دلوقتي في الاعداد النفسي بتاعه، علشان ما يبقاش بس المهارات والشطارة وبتاع، بس كمان انا عارف ازاي اتعامل مع نفسي، ازاي اتكلم مع نفسي، ازاي اهدي نفسي، ازاي اعرف يبقى عندي تيم وورك لو احنا بنتكلم في فريق، بحيث ان انا اوصل ان انا فعلا جاهز لدخول بطولة بجد. بالظبط، الناس لان الناس معتقده ان الاعداد النفسي ان هي دوسة زرار، ان هو حاجه هيشربها وخلصت. ده زي الدرس الخصوصي، انت ما ينفعش تروح تاخد تمرينة برايفت مرتين ثلاثه وتبطل. لا، دي حاجه ماشيه جنب التمرين، جنب الفتنس، جنب الفوت وورك. فالاعداد النفسي بياخد مراحل ابس اند بالظبط. داونز. هتفضل شغال مع اللعيب وهتمر بيه بمراحل كتير جدا، فمش جرعة، مش بيلز، مش حباية هياخدها. تمام، انا الحمد لله حضرت 5 جلسات، انا تمام. كود بي لو عنده حاجة بسيطة، لكن لو انت النهاردة بتتناقش مع لعيب، اصل هو الضغط النفسي اللي حاصل عليه مش في الملعب، في ضغوطات نفسية عائلية، مدرسية، كل حاجة. اهل اب ام بيأثروا عليه. فطبعا اتكلمنا في الحاجات دي قبل كده كتير، ان ممكن يكون الولد رياضيا جاهز وفت، بس في حد بيخبط في دماغه جوه مضيع له الدنيا، ويكون قريب منه جدا ومؤثر عليه يعني. ربنا يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. وشكرا جزيلا، ونشوفك دايما على خير. تسلم يا دكتور. الله يخليك.